السلام عليكم البنات، كي راكم؟ مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بإن نوفال غوسيت بزاف بنينه وشابه. واللي ما راهش مابوني البنات يابوني للقناه تاعي وتخليوا لي جيم ولي كومونتير. وهنا نبداو البنات، نبداو بالوصفه تاعنا. هنا عندي نصف صدر تاع الدجاج، كنت انا طحنته في الدار، ما تشريوش الكفته تاع برا، شريو نصف تاع صدر تاع الدجاج وطحنوه. وهنا تاني عندي كفتة تاع البقري، واحد 300 غرام. وهنا عندي بصلة كبيرة، ولا نتوما لا ما عندكوش الكبيرة ديروا زوج، طحنوهم في الهاشوار. هنا عندي معدنوس. هنا عندي واحد البيضة متوسطة. وهنا عندي هريسة اختيارية، تحبوا ما ديروهاش. هنا عندي لي شامبينيون. وهنا عندي سنينة تاع الثوم مرابين، والزيتون على حسب الذوق تاعكم. وخلونا نبداو هنا بالوصفه تاعنا. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا راني جبت الكفتات زوج قدامي هكا باش ندير لهم لي زيبيس بزوج. هنا نديو زوج معالق تاع بصله كيما راكم تشوفوا، كل وحده نديروا لها زوج معالق. ما ديروش الماء تاع البصله، صفيوه هذوك الماء تاع البصله من بعد نحتاجوه. هنا درت شويه معدنوس، وهنا شويه ثوم كيما راكم تشوفوا، راني ندير كيف كيف. ودروك البنات غادي ندير لهم عاود لي زيبيس ما نكثرش، ما عنديش بزاف ماشي ما عنديش ما نديرولهاش بزاف لي زيبيس باش نحتفظوا بالنكهه تاع اللحم. هنا عندي ملعقه صغيره تاع سكينجبير في زوج تاع كفته ندير. وعندي عاود رشه هنا تاع فلفل اسود ندير فيهم بزوج. وهنا عندي الهريسه، غادي ندير شويه هريسه في تاع الدجاج. ومام هنا نسيت ما زدتش تاع البقري، بصح من بعد غادي نزيد دوك تشوفوا. وهنا كما راكم تشوفوا غادي نزيد ملعقه صغيره تاع زبده في الكفته تاع الدجاج، خاطر ما يجيش فيها ليدام، والكفته تاع البقري ما نزيدش فيها خاطر فيها شويه ليدام كما راكم تشوفوا. وهنا نحاول ندخل المكونات تاعي في الكفته، وخليكم معايا. وهنا البنات كنت نسيت ما درت لهمش الملح، دروك تفكرت غادي ندير لهم نفس الكميه تاع الملح. واذا كان عندكم توابل تاع الدجاج ديروا في الكفته تاع الدجاج، انا ما عنديش، نتوما اذا كان عندكم ديروهم. وهنا البنات غادي ندرب ديك البيضه، ما نديرهاش كامل، ندير غير نصف الكميه هنا، والنصف الاخر نديرو في الكفته تاع البقري كما راكم تشوفوا. البيض البنات غادي كي ديروا البيض تجيكم هشيشه، ما تجيكمش هكا مزيره. وهنا نديروا زوج معالق تاع شابلور كما راكم تشوفوا، تجي بزاف بنينه بهذه الطريقه وتجي هشيشه. والدهان البنات ما دابش بصح نورمال، غادي كي نطيبوا هذاك الدهان يطلق بنا شابه في الكفته كما غادي تشوفوا. وهنا بعد ما كملت الكفته تاعي تاع الدجاج خليتها على جهه باش تتشرب المكونات. هنا راني نخلط في الكفته تاع البقري، غادي نزيد عليها البيض، دوك نزيدو كامل، ونزيد ثاني معلقه ولا زوج تاع شابلور. وهنا البنات بعد ما خدمت الكفتات تاعي خليتهم على جهه، وجيت انا نخدم المرقه اللي غادي نرافقها مع جولي. هنا البنات عندي زوج جنوح تاع الدجاج، وعندي داك العظم تاع الصدر غير باش ندير البنه. سينون نتوما الا كان عندكم اذا حبيتوا تزيدوا اللحم ولا طيبتوا الزيتون وحده ديروا بهذه الطريقه اللي غادي نوريها لكم. انا غير باش ندير لاصوص. هنا البنات درت غير شويه زيت شويه ملح، راه ما عندي مكونجليين، دروك غادي نديرهم فوق النار يتقلاو شويه هكا باش يدخلوا الطياب غايه ويجي بنين. ومن بعد نولي لكم باش نزيدو نكملوا الوصفه تاعنا. هنا بعد ما عملت الدجاج تاعي يتقلى كما قلت لكم، جيت نوجد له لي زيبيس تاعو. هنا عندي هنا شويه معدنوس وخمس فصوص تاع الثوم.
البنات هاد الوصفه اللي غادي نوريها لكم دروق ديروها حتى في الطاجين تاع الزيتون مع الفريت ولا كيما حبيتو، تجي بزاف بنينه بهاد الطريقه. هنا البنات زدت هذيك البصله والماء اللي بقالي دي كانت مرابيه. وكما قلت لكم البنات هاد الخلطه تجيكم حتى مع الدجاج نورمال باش ديروا طاجين تاع الزيتون وحده، وتبعوها غادي تعجبكم. هنا غادي نزيد البنات شويه سكنجبير وشويه كركم كما راكم تشوفوا، وشويه ملح. البنات انا زدت حتى ملعقه صغيره تاع فلفل الاحمر، ما هنا ما صورتش. ونديروا شويه ملح، ما تكثروش خاطر الزيتون شويه فيه الملح. فوالا دروك غادي نطحنهم ونولي لكم. هنا بعد ما تقلى اللحم تاعي مشيت قلى البنات غير داب خاطر كان في الكونجيلاتور، وهاد الطريقه تجي بزاف مليحه. هنا البنات شوفوا هذيك الصلصه اللي خدمتها، درت غير شويه خاطر انا ما عنديش اللحم، ما درتش اللحم بزاف، درت غير شويه. درت غير نصف الكميه تاع هذيك الصلصه اللي خدمتها. ودروك غادي نرجعها فوق النار يتقلاو هاد المكونات كاع يتقلاو، ومن بعد عاد كي يتقلاو مليح مليح من بعد عاد نمرقو. دروك غادي نزيد شويه لي زيبيس، زدت انا غير الكركم باش يعطيني لون شباب، وغادي البنات ثاني نزيد شويه زعفران من بعد. ما قلت لكمش راني قلت لكم دروق، وخليكم معايا. هنا راح تقلى اللحم تاعي غايه الغايه كما راكم تشوفوا. البنات هاد الوصفه تجي بزاف بنينه تاع الزيتون، تبعوها. بعد ما تقلى اللحم تاعي البنات غادي نزيد ورقه تاع عرند كما راكم تشوفوا، ونمرق بالماء السخون، ونمرق بالماء يكون سخون باش ما يسمطش الماء، باش ما تصمطش الماكله، وكبوا على جهه. فوالا دروك غادي البنات عاود نرجعوها تغلي فوق النار ونولي لكم. وكي نرجعها البنات تغلي ندير الزيتون تاعي تاني نديرو يغلى. كما قلت لكم البنات ندير الزيتون يغلي في الماء غير في الماء وطرونش تاع الليمون كما نطيبوا الزيتون باش يتنحالوا الملح. وغادي نولي لكم بعد ما يطيب الزيتون تاعي، وخليكم معايا. هنا نجي باش نشكل الرولي تاعي كما راكم تشوفوا. هنا فرشت البابي سيلوفان تاعي. البنات هذا سيلوفان خاص بالميكرووند والكوشه. اذا ما يتحمل الحراره. اذا ما عندكمش هذا ديروا تاني وفاء تاني يتحمل الحراره. كنت البنات كما قلت لكم فرشته هكا فوق البلون دو طرافاي تاعي، ودرت له شويه زيت كما راكم تشوفوا باش نقد نمد نمد الكفته تاعي فوقه باش يساعدني. فوالا كما راكم تشوفوا في لا فيديو. كما قلت لكم تحاولوا ديروها مستطيل باش وما يكونش خشين وما يكونش رقيق. وهنا البنات نجيبوا الفيانداج تاعي، عاود نحاول نفرشها كما راكم تشوفوا، نوزعها كاع على السطح بلا ما عاود تورقوها وديروا هذه فوق هذه، ديروا غير كيما هكا فتتوها. من بعد حاولوا تساويوها كما غادي تشوفوا في لا فيديو. انا البنات غادي هنا نزيد نكمل نسقدها زعما هكا فوق السطح باش يجي ما يبقاش يبان، ما يبقاش يبان الكفته تاع الدجاج. غادي نحاول نساوي الكفته تاع البقري فوق الكفته تاع الدجاج هكا باش ما يوليش يبان. وخليكم معايا. هنا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما ساويت السطح تاع زوج درت هنا الجبن. انا كانش عندي جبن تاع ميزان، درت غير جبن تاع مثلثات وسدفتهم كما راكم تشوفوا. هنا زدت الجبن مبشور اختياري، ماشي بسيف ديروه، ماشي بسيف ديروه، كان عندي درته باش يطلق شويه بنه كما راكم تشوفوا. دروق البنات غادي نحاول نرولي بشويه من غير بشويه. غادي يساعدكم نورمالمون، يساعدكم ما تخافوش كاع
كي درتو السيلوفان عادي كلشي غادي يجيكم ساهل. هنا البنات شوفوا راني حاولت نسقدو هكا باش ما يبقاش هكا مشنتف. دروك البنات غادي نرجع ليه نفس السيلوفان اللي راكم تشوفوه هنا، غادي نديرو هكا ونحاول نزيرو من الاطراف، وما تزيروهش البنات بزاف بزاف بزاف، خليولو شويه الهواء هكا باش ما يطرطقش من بعد. كما غادي تشوفوا انا درت غير شويه هكا، ما زيرتوش بزاف. كي نكمل هذا السيلوفان نجيب السيلوفان للمره الثانيه وعاود نلفو كما غادي تشوفوا في الفيديو، وخليكم معايا. فوالا. هنا البنات ما حبيتش نسرع الفيديو هكا باش تتبعوا المراحل ويخرج لكم شباب، باش تشوفوهم بوضوح. كما راكم تشوفوا هنا عاود درت دوبليت سيلوفان. كما راكم تشوفوا غادي عاود ندير بنفس الطريقه كما درت الاول. غادي هنا نشد الاطراف تاعي. هنا كان عندي قصير البنات، نتوما في المرحله الاولى طولوه، انا قصرته دروك عاد درته طويل. غادي تشوفوا ندير نفس الطريقه اللي درتها في الاول ونشد في الجوانب كما الحبه تاع الحلوى. كما قلت لكم مام في السيلوفان الاول كاع اللي درناه ديروه طويل هكا باش تقدوا تشدوا من الاطراف، وخليو شويه هوا هكا باش كي يطيب البيض وكاع غادي ينتفخ شويه وما يطرطق لكمش. هنا بعد ما كملت درت له سيلوفان، اني جبت بابي كويسون هكا باش نديرو في قلب البابي كويسون. عاود البنات بنفس الطريقه اللي درت بها سيلوفان غادي ندير بها البابي كويسون. ومور ما ندير البابي كويسون غادي ندير الالومنيوم. ما بغيتش ندير الالومنيوم ديريكتومون فوق البابي كويسون ماشي مليح. غادي دروك درت بابي كويسون من بعد عاده غادي نزيد السيلوفان بنفس الطريقه وخليكم معايا. وهنا البنات بعد ما لفيتو كما راكم تشوفوا في الالومنيوم، دروك غادي نديرو في البلا وندخلو للفرن. وخليكم معايا نمشيو نشوفوا المرقه تاعنا كيفاش راهي. وهنا البنات كما راكم تشوفوا المرقه تاعي بعد ما غلات. دروك غادي نزيد لها الزيتون اللي كان غلا من قبل كما راكم تشوفوا، ونخليوه يغلى. ومن بعد كي شويه يغلى عاود نزيدو فوقو الشامبينيون تاني، غسلته من الماء اللي كان فيه، غسلته ودرتو يغلى. نخليهم البنات دروك يغلاو ونولي لكم. هنا كما قلت لكم سابقا غادي ندخلو في الفرن يطيب من نصف ساعه البنات حتى ل 45 دقيقه. 45 دقيقه. انا خليته البنات ساعه، ما تبقاوش تحلوا عليه. كي تفوت ساعه حلوا عليه، والفرن البنات نقصوا له من الفوق ومن التحت وخليوه يطيب على خاطره. سي بون البنات بعد ما غلا الشامبينيون تاعي والزيتون كما راكم تشوفوا البنات المرقه جات بزاف بنينه بهذيك الخلطه اللي قلت لكم عليها. هنا البنات غادي نزيد لي بول تاع الكفته اللي كنت نقصتهم بالكفته اللي درتها في الرولي، نقص منها حبيبات هكا باش من بعد نزين بها الطبق تاعي كما غادي تشوفوا. هنا بعد مرور ساعه البنات راني خرجت الرولي تاعي، خرجته شويه قبيل البنات باش نقد نخرب فيه. نحليته هكا باش السخونيه تخرج منه. وكما راكم تشوفوا هنا ما تخربوش فيه وهو سخون. هنا البنات راني نخرب فيه وهو دافي، خاطر يفسد لكم كي تخربوا فيه وهو سخون. كما راكم تشوفوا تلقى البنات واحد البنه واحد المرقه تلقها كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. غادي نحلو داك السيلوفان غير بشويه، وداك المرقه البنات اللي راكم تشوفوها لداخل غادي نزيدها في المرقه اللي راهي طيب تاع الشامبينيون والزيتون، تعطيها باش تزيد تنكهها
وخليكم معايا. هنا الرولي تاعي بعد ما طاب عفوا البنات، بعد ما برد شويه راني نقصو بين زوج باش نحمرو. شوفوا البنات كيفاش جا، ما شاء الله، جاو الطبقات باينين وجا بزاف بزاف هشيش كي تاكلوه، ماشي مدقس، يجي هشيش. البنات انا درت شويه السمن كيما راكم تشوفوا في المقله ديالي، ودرت رمتهم في الفرينه. الروري تاعي رمته في الفرينه ودرته هنا يتقلى. تحبوا تقليوه بلا شابليغ البيض كيما تحبوا، ولا تحبوا هاد الطريقه تاعي ديروها وبداو تقلبوا فيه في الجوانب كيما غادي تشوفوا هنا. راهو بدا يحمر، عاود نقلبوا على الجهه الاخرى حتى يحمر. وكما قلت لكم الطريقه كيما تحبوا ديروا تقليوه في الزيت، تحبوا ديروه في الفرن، تحبوا ديروه كيما انا درتو اللي حبيتو. راكم تشوفوا هنا البنات، شوفوا راني حمرته كامل الجوانب كما غادي تشوفوا. شوفوا البنات كيفاش جا محمر وجا ما شاء الله. دروك غادي نقصوه دوائر، نقصوه دوائر كما حبيتو. ومن الاحسن تقصوه بالمنشار البنات، وهنا راه بزاف سخون ويغيب شويه باش ما يتفتت لكمش، ولا حبيتو خليوه شويه يبرد. انا راه سخون غير من المقله راني نقص فيه كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش جا. ما نحكي لكمش البنات على البنه. جربوا هاد الوصفه غادي تعجبكم بزاف بزاف، سورتو المرقه المرافقه ليه. كما غادي تشوفوا راني هنا نقص فيه ونقص كي نكمل البنات نتلاقاو في صحن التقديم باش تشوفوا كيفاش جا الطبق تاعي. هاد الطبق البنات تقدروا ترافقوه تاني مع لي فخيت. وهنا البنات بعد ما صبيت الطبق تاعي كما راكم تشوفوا هنا كيفاش جا. كيفية التقديم كما تحبوا وعلى ذوقكم. بصح البنات ما عليكم غير تجربوا هاد الوصفه، جات بزاف بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم البنات الوصفه تاع اليوم وتجربوها. واللي جربتوها البنات، الا جربتوها البنات خليو لي كومونتير. بما انه البنات رمضان راه ماجي، نقترح عليكم تجربوها في رمضان وتخليو لي كومونتير تاعكم تحت الفيديو. نتلاقاو البنات في فيديو ماجي ان شاء الله. تهلاو فريسانكم، باي باي.